انا بقالي شهرين معجب بواحده ساكنه عندي في الشارع، بشوفها كده كل يومين وهي ماشيه، وبصراحه البنت خاطفه قلبي من اول ما شفتها، لدرجه ان اوقات بفضل واقف في البلكونه مستنيها بس تعدي او تظهر. وفي يوم كانت معديه وانا واقف مع واحد صاحبي تحت البيت، ولما سالته قال لي دي بنت المعلم صلاح الجزار اللي فاتح محل الجزاره اللي على اول الشارع. انا سمعت كده من هنا وطلعت اجري على امي اقنعها بفوائد البروتين واللحم، وان الفراخ كلها مليانه فيتامينات ومضره بالصحه، وطبعا كل ده عشان اخليها تروح تشتري لحمه، وهي فرصه يمكن ابو البنت يشوفني ويحبني. المهم كل ما امي كانت تروح كنت بروح معاها لحد ما بقينا انا وامي زباين المحل واكتر ناس بتشتري تقريبا. وامي بقت كل ما تروح تقعد تقول ابني ده مفيش زيه، ده مهندس وشغال في احسن شركه في مصر. وعم صلاح يقول لها ما شاء الله ست اصيله بصحيح. ومن كلامها الراجل بقى يحبني جدا. وفي يوم كنت معدي من قدام المحل بالصدفه لقيت عم صلاح واقف، قلت فرصه اروح اكلمه في الموضوع ان عايز اخطب بنت، فرحت وبسلم عليه ولسه هفتحه في الموضوع لقيته بيقول لي استنى يا استاذ علاء انا عايزك في موضوع، بصراحه انا عايز اكمل نص ديني واتجوز واطلب ايد امك في الحلال.